نجح المنتخب الوطني في توقيف سلسلة انتصارات منتخب المكسيك بعدما فرضوا عليهم التعادل بواقع هدفين في كل شبكة في الودية التي جمعتهما سهرة اليوم بهولندا. أن يتعادل معك منتخب المكسيك الذي يحتل المرتبة 11 عالميا وأنت تلعب ب10 لاعبين منذ الدقيقة 56، وأن تضيع عدة أهداف وكان بإمكانك الفوز، فبالتأكيد لن يفعلها إلا منتخبنا الوطني تحت قيادة جمال بلماضي، وهو الأمر الذي أثار اهتمام كثير من وسائل إعلام عربية، حيث عنونت صحيفة اليوم السابع المصرية بعد المباراة: الجزائر تصل ل20 مباراة بلا هزيمة بعد تعادل ودي مثير ضد المكسيك. كما عنون موقع العين الإخباري ب10 لاعبين هدف قاتل يحرم الجزائر من كسر سلسلة رفاق كورونا، ونشرت صفحة الكرة الإفريقية والعالمية قائلة: أحترم كل المنتخبات الأفريقية والعربية، ولكن الحقيقة يجب أن تقال مهما كانت، لا يوجد منتخب أفريقي ولا عربي بنفس قوة المنتخب الجزائري الحالي. نعم، كرة القدم ليست علما دقيقا وتعاكس الصواب أحيانا، ولكن بلغة المنطق فلا أظن أنه يوجد منتخب إفريقي حاليا يستطيع هزيمة الأفناك الصحراوية، ولا يستطيع حتى الصمود أمام المد الهجومي المتناسق للفريق. المنتخب الجزائري قوته أبدا ليس في فرديات لاعبيه، بل في المنظومة التي شكلها الكابتن بلماضي، وهو كلمة السر في المنتخب الجزائري، وهو الجوهرة التي يجب المحافظة عليها لسنوات طويلة لأجل الاستمرارية ولأجل وضع المنتخبات الأفريقية تحت رحمة السيطرة ولو بالإكراه.